الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هديك معلومه بسيطه خالص بسرعه كده. تمام. والله العظيم احنا بنحاول على قد ما بنقدر دلوقتي ان احنا بنصرح في الفيديوهات عشان الناس اللي بتزعل ان احنا بنقعد نتكلم. بس احنا قلنا قبل كده احنا بنوصل المعلومه. في ناس انت ممكن تستوعب بسرعه وفي ناس بتستوعب الكلام بالراحه شويه. ما تاخدش نفسك انت ذكي ودماغك كويسه. الناس كلها مش زي بعضها. انا راجل فهم على قد، انت راجل فهمك سريع. فمعلش انا بوصل المعلومه للي فهمه سريع واللي فهمه على بطيء شويه. فمعلش انا بطول شويه عشان خاطر الناس كلها تفهم. دلوقتي انا هتكلم على حاجه مهمه جدا وحاجه سهله خالص. الحقيقه هي ان الجزء البوجات، الناس النهارده اللي معاها الموديلات الحديثه بتركب بوجات النهارده اغلبها صيني. تمام كده؟ يعني لو جبنا احنا دلوقتي عندنا بوجات اصل اهيت، تمام، وعندنا بوجات صيني. لو انا وريتك دلوقتي بين الاثنين انت مش هتعرف تقارن الصيني من الاصل في الاثنين دول فيهم اثنين اصلي وفيهم اثنين صيني. حلو كده؟ لو قلبنا برده العلبه من ورا ادي البوجات، هتلاقي البوجات كلها برضو بنفس التغليف ونفس السيريال ونفس برضو الاستيكر. كل واحد، بص، كل واحد اهو. هتبص على نفس العلبه هتلاقيها كلها واحد ونفس الاستيكر واحد، ومن وش برضو نفس البوجات بالظبط. بس مش هتعرف تفرق بين الاصلي وبين الصيني. انا هقول لك دلوقتي ازاي تفرق بين الاصلي وبين الصيني وايه المشكله اللي هتقابلك. بس لايك وشير ومتابعه للصفحه عشان يوصل لك كل جديد احنا بننزله. طيب ايه الغرض من ان انا بقول لك ما تركبش الصيني؟ لان الصيني النهارده البيجو دوت بيجي على فتره قريبه خالص وبيروح قلب البيجو. تمام. قلب البيجو من هنا كده. افتح لك واحد صيني عشان توري لك بس، معلش اهوت. تمام. وتبص تلاقي قلب البيجو من هنا راح طالع معاك خالص وراحت ثبتت معاك او فضلت معاك البيجو ده جوه وقلب البيجو طار. تيجي طبعا لو انت مش صنايع متمرس او السن عندك بقاله فتره وقفش على السن، هتضطر ان انت تحل وش السلندر عشان تروح مخرطه وتفوره والكلام ده كله. لو انت صنايع خبرتك على قدك مش هتعرف تطلع القطمه اللي جوه. تمام. طب لو انت صنايعي بتطلع القطمه بس، انا بنصح ان انت ما تركبش صيني عشان بيضرب من هنا، ما بيطولش شهر او اتنين وفجاه تلاقي البيجو راح ضارب معاك وراح عامل صوت في المكنه، فتلاقي صوت المكنه كله بره والبيجو ضرب من جوه. ده حاجه انا بنصح ما تركبش بيجو صيني. الفرق بين الاثنين ب 70 جنيه والاثنين التانيين ب 150 جنيه. البيجوين الصيني بثمن واحد اصلي. طب ازاي النهارده اعرف يا عم يسر البيجو الصيني من البيجو الاصلي؟ تعال قرب بقى معلش كده واحده واحده. بص احنا لما جينا نفتح العلبه هنا، بص عامله زي الورق البسكوت الشمعدان. طب هنفتح بيجو اصلي، بص اهو. تمام. لو بصيت هتلاقي العلبه ماهاش عايزه تنهري، عكس ده بالظبط. بص عكس ده بالظبط. وطبعا لو بصيت على بصيت على البيجوين هتلاقي، بص، البيجو الاصلي هتلاقيه اخضر وازرق وفي حزين من فوق والكلام بتاعه بالازرق من هنا. لو بصيت على البيجو اللي هو الصيني هتلاقي الحزين مفيش حزين عندك اهما، اللي هم الزرق اللي على البيجو من فوق، والكلام بتاعه بيختلف. ده اسمر وده ازرق وده الكلام بتاعه بيقول لك ان انا يعني حتى الفينش البيجو نفسه، بص الخامه بتاع البيجو هتلاقي ده بيجو بيلمع زياده عن اللازم، والبيجو ده هتلاقي الالومنيوم بتاعته او النيكل بتاعه غامق شويه. ده تركبه وانت قلبك حديد ومطمن له خالص، لان ما بيضربش منين ما بيبوظ. الشمعه بتاعته بتتاكل من هنا وما بيبوظش معاك بيدان لحد ما بينتهي خالص، وتيجي تحله في اي وقت البيجو يحل معاك وما يقطمش معاك. فالنصيحه بتاعت الفيديو ديت ما تركبش بيجوات صيني في موديلات حديثه عشان ما يضربش منك ويدخلك في مشاكل ثانيه. وده كان فيديو للتوعيه مش للشو، واستنونا الفيديو الجاي ان شاء الله.